احم احم أنا جيت وكمان جبت لكم حل مشكلة زهقنا من طرق الفراخ التقليدية، المشوية بقى والمحمرة والمقلية وكل الطرق اللي احنا متعودين عليها. وكمان لو زهقانين من وقفة المطبخ وفرهدة الشغل في المطبخ، برضو الوصفة دي هتكون الحل. طعمها حلو ومختلف وتقدروا بقى تنوعوا في تقديمها، يعني ممكن نقدمها مع رز أو مع مكرونة. بس أنا دلوقتي هقدمها مع بطاطس بيوري، كريمية وناعمة جدا وأحلى 100 مرة من بتاعة المطاعم وبدون كريمة طبخ. أكلة النهاردة سهلة وسريعة وبسيطة جدا، وهتطلع مظبوطة معاكم من أول مرة، لأن الفراخ في العموم مش بتاخد وقت كتير في التسوية، بس النتيجة هتعجبكم جدا. يلا بينا نشوف الطريقة على طول مع بعض. أول حاجة هنجهزها مع بعض هي البطاطس البيوري. طبعا تقدروا تستخدموا الكمية اللي انتوا عاوزينها، بس أنا عامة هستخدم 4 بطاطسات حجم كده متوسط زي ما انتوا شايفين. قشرتها وغسلتها كويس جدا، وهاخد كل بطاطساية أقسمها بالنص وبعد كده لمكعبات صغيرة علشان ما تاخدش وقت أثناء التسوية على النار. أهم حاجة ما يكونش فيها مكعبات كبيرة ومكعبات صغيرة، الصغيرة هتستوي والكبيرة هيكون القلب بتاعها لسه ناشف. حلة وفيها كمية من المية تكون بتغلي، وهضيف معلقة كبيرة من الملح علشان البطاطس تتملح كويس قوي. احط كل كميه البطاطس واسيبها كده على النار واغطي الحله واسيبها لحد ما تستوي تماما. لازم تكون مستويه تماما، ما ينفعش ابدا تكون ناشفه من جوه. اقسمها بالنص، اتاكدت ان هي استوت خلاص، اشيلها من الميه واصفيها كويس جدا وانقلها في طبق تاني. وهي سخنه نار هبتدي اهرسها بهرسه البطاطس او بالشوكه، المهم ننعمها جدا. وبعد كده هضيف معلقة كبيرة من الزبدة. الزبدة بتدي طعم حلو جدا للبطاطس البيوري. بين كل مكون والتاني هنحطه هنرجع نهرس كويس قوي علشان نتأكد ان هي ما فيهاش اي حتت ناشفة خالص. ننزل الجوانب علشان كلها تكون قوام واحد، وكمان علشان كل البطاطس تاخد كده من طعم الزبدة. هرجع بقى دلوقتي اتبلها بمعلقه صغيره من الملح ومعلقه صغيره من الثوم البودر. تقدروا تستخدموا البهارات اللي انتوا بتحبوها، بس اعملوا حسابكم اي نوع بهارات ليه لون كده غامق هيغمق معانا البطاطس في الاخر، زي مثلا الفلفل الاسود، ال7 بهارات، البابريكا، الزعتر، كل دوت هيخلي البطاطس في الاخر لونها غامق. انا كمان علشان اتاكد ان البطاطس هتطلع ناعمه جدا معايا هعديها على مصفى تكون ضيقه. الخطوه دي هتخليكم تتاكدوا ان البطاطس هتطلع ناعمه جدا جدا بدون اي حتت ناشفه خالص من البطاطس. نضغط عليها كده، والجزء بقى اللي هينزل من المصفى الناحيه التانيه هيكون ناعم جدا. معايا كمان ربع كوبايه من الحليب، هحط 3/4 الكميه واقلب كويس قوي واشوفها كده لسه محتاجه باقي كميه الحليب ولا لا. انا حسيت ان هي محتاجه باقي كميه الحليب، فانا كده استخدمت ربع كوبايه الحليب كلها. شوفوا بقى المشهد ده بيثبت لكم قد ايه البطاطس طالعه كريميه وناعمه جدا جدا. شوفوا بقى شكلها جميل ازاي، مش باخد مجهود خالص وانا بضغط عليها، بتتشكل بمنتهى السهوله. وطبعا نقدر نحضرها جنب كل اصناف الاكل. كده خلاص البطاطس معانا بقت جاهزه. نحضر بقى دلوقتي الفراخ بتاعتنا. معايا 3 قطع من صدور الفراخ الكاملة، طبعا لازم تكونوا متأكدين ان هي نظيفة جدا. انا عامة كنت نقعيها ليلة كاملة في المحلول الملحي، بعد كده هنصفيها كويس جدا من المية وننشفها كويس جدا. الوصفة بتاعت النهاردة ما ينفعش ابدا نستخدم فيها تقطيعة الفراخ البانيه، لازم كده القطعة تكون سميكة شوية. الفراخ معانا هتستوي على مرحلتين، فانا مش محتاجه او انا مش عاوزه ان هي تتهرى مننا او تتفصفص مننا كده اثناء التسويه. اخد كل قطعه واقسمها كده بالسكينه لنصين قد بعض بالظبط. لازم تكون سميكه زي ما انتوا هتشوفوا كده. كده التخانه بتاعتها او السماكه بتاعتها مظبوطه جدا. اخد كده القطعه واثبت كده كف ايدي واقسمها كده بالسكينه مره واحده علشان ما يبقاش فيها حته رفيعه وحته تخينه. كده مظبوط جدا. هنرجع بقى نتبل الفراخ بتاعتنا بأبسط أنواع البهارات اللي عندنا في البيت. معلقة من الملح، الفلفل الأسود، الثوم والبصل البودر، بهارات الفراخ والزعتر، وبس كده مش هنحط حاجة تانية. ونقلب بقى الفراخ مع البهارات كويس جدا جدا من فوق ومن تحت. كده خلاص الفراخ بقت جاهزة. معايا بقى كمية من المشروم الفريش. أنا مش بغسل المشروم، أنا بمسحه بفوطة نظيفة. هقطعه كده لشرايح، ولو ما عندكوش المشروم الفريش تقدروا تستخدموا المعلب. كده خلاص خلصت تقطيع المشروم، انقله بقى كده في طبق تاني. وطاسة بقى تكون كبيرة شوية أحط فيها 2 معلقة كبار من الزبدة. الزبدة مكون أساسي، مع 2 معلقة كبار من زيت الزيتون أو الزيت العادي عشان بس الزبدة ما تتحرقش معانا على النار.
اول بقى ما الزبده تدوب خالص ودرجه الحراره تكون عاليه جدا، هبتدي بقى احط قطع الفراخ يا دوبك تاخد لون من تحت اقلبها على طول على الجنب التاني. الفراخ عامه ما بتاخدش وقت خالص في التسويه. بعد كده حطيت اعواد من الروزماري والزعتر، ومش قادره اوصف لكم بقى دولت عملوا ايه، طعم وريحه تجنن، وادوا كمان للصوص بعد كده طعم وريحه حلوه جدا جدا. لو ما عندكوش الفريش تقدروا تستخدموا البودر رشه كده، المهم بس ناخد الطعم والريحه بتاعه الروزماري والزعتر. الفراخ اخدت معانا لون من تحت، نقلب على طول على الجنب التاني. ممكن نغطي الطاسه عشان بس ما تنشفش مننا، ويا دوبك تستوي كده بنسبه مثلا 75%. انا مش عاوزاها تستوي خالص لان لسه هتستوي مره كمان في الصوص. نصفيها كويس قوي وننقلها كده في طبق تاني، وبعد كده نحط الكميه التانيه وبرده تاخد لون من تحت نقلبها على الجنب التاني. دلوقتي بقى هشيل اعواد الروزماري والزعتر، واشيل بقى كل الشوائب اللي انتوا شايفينها ديت. حاولوا كده تنضفوها الى حد ما يعني. وفي نفس الطاسه ونفس الزبده والزيت هضيف كده بصلايه كبيره تكون متقطعه حتت صغيره زي ما انتوا شايفين كده. تقلبتين على النار يا دوبك بس البصل يدبل معايا، وبعد كده اضيف كل كميه المشروم. المشروم ما بياخدش وقت خالص على النار، تقلبتين بس. هتبلهم بقى بمعلقه صغيره من الملح والفلفل الاسود والبهارات الايطاليه. طب ما فيش بهارات ايطاليه، اي بهارات انتوا بتحبوها تقدروا تحطوها. دلوقتي هضيف كوبايه كبيره من الميه او حتى شوربه اللحمه او شوربه الفراخ او حتى شوربه المرقه اللي موجود عندكم، مع نص كوبايه من الحليب. الحليب ما يكونش بارد قوي علشان ما يقطعش اول ما نحطه على كل الحاجات السخنه دي. ممكن كمان نحط كريمه طبخ، بس انا عامه عارفه ان مش كل الناس عندها كريمه طبخ، انا هستكفى بالحليب. شوفوا بقى الصوص ابتدى كده يبقى شكله حلو ازاي. دلوقتي بقى هحط بقى قطع الفراخ اللي احنا جهزناها من البدايه. المهم ان يوصل لها الصوص من فوق ومن تحت عشان تطلع معانا كده جوسي وطعمها حلو قوي، وتاخد من كل النكهات اللي احنا حضرناها في البدايه. واغطيها كده لمده 3 4 دقايق. المهم بس ان الصوص يتقل معانا شويه. في المرحله دي نقدر نحط مكرونه مسلوقه بنسبه 90% ونقدمها مع المكرونه، اي نوع مكرونه انتوا بتحبوها، بس انا زي ما قلت لكم في الاول انا هقدمها مع البطاطس البيوري. نجهز بقى الطبق بتاعنا، نجيب الطبق ونحط فيه كده كام معلقه من البطاطس البيوري، وانتوا هتشوفوا البطاطس قد ايه كريميه وناعمه جدا جدا. وبعد كده احط بقى قطع الفراخ بتاعتي مع الصوص الرهيب اللي احنا جهزناه. ممكن في المرحله دي كمان نقدمها مع الرز البسمتي، برضو طعمها هيكون حلو قوي. شكلها حلو قوي وريحتها كانت في منتهى الجمال. وزينت الطبق بتاعي بأعواد من الروزماري والزعتر، وبس كده خلاص خلصت. مش قادرة أوصف لكم بجد طعمها كان حلوة قد إيه، وسهلة وبسيطة وسريعة قد إيه. شوفوا جميلة إزاي من جوه، مظبوطة جدا. وبس كده وصفة النهاردة خلصت. أتمنى إن الوصفة تكون سهلة وبسيطة عليكم. أنا مستنية رأيكم فيها، وأشوفكم إن شاء الله على خير. بألف هنا وشفا، وباي باي.